3/5/2026 في الأقصر. جيت البنك الأهلي عشان أفك الشهادة بتاعتي، شهادة صغيرة كده. قال لي شهرين عشان تفك الشهادة، شهر عشان توقف الكارت، وشهر عشان توقف البطاقة، وأنا موقف الكارت أصلا من شهر فات. ادي البنك قفلها في وشي. نزلت سبت البنك، رحت في مشاية كده قدامه عليها زي مراكب وكده وبواخر وكلام ده. رحت عشان اشوف شغل وكده، قافلينها في وشي برضو، مفيش شغل. جيت دلوقتي انا قاعد في فندق ب 400 جنيه في الليلة، كل يوم 400 جنيه بقى لي اسبوع. قبلها في القاهرة كنت قاعد صارف 80,000 جنيه في فنادق. دلوقتي انا فلوس معايا خلصت، وقاعد في الشارع مش معايا اي فلوس. كل ده بسبب ان اخصامي او الناس اللي هي عامله معايا مشكله عايزه تقعدني في الشارع، وبتصدر كلام وحش عني وغلط عني. مش فارق معايا طبعا مين اللي بيصدق ومين اللي ما بيصدقش، بس هو اللي بيحصل كده دلوقتي عليا. انا قاعد في الشارع ليه؟ عشان انا رفعت قضيه على ناس تستحق ان هي تتعدم، هم عارفين بكده. 4 جرائم قتل، غير فساد السنين، غير فساد الدنيا كلها فيه. دلوقتي اللي بتعرض له الناس هنا في الشارع، دي واحد خبطني وانا واقف على جنب بصور، خبطني. نزلت عند البنك هنا اهو برضه نفس الكلام، قالوا لي مفيش. رحت هنا عند المشاية برضه عشان الشغل، قالوا لي مفيش. مش صدفة على فكرة، في معايا فيديوهات تانية بيكون وانا بصور زي كده، بتلاقي موتوسيكلات معدية ومعدية الشكمانة، وانا وهم معديين جنبي ومعديين الشكمانة وجنبي. تمام. كل دي مش صدف، في رتبة عملت انا عاملة معايا مشكلة وعاملة معايا الموضوع ده كبر ساعتها. مصدرة فكرة لناس تانية ان انا وحش، فالناس دي اصلا كده كده زمايلها، يعني هم كلهم حكومة من بعضيهم. ده غير ان الحكومة دي بتصدر بقى للناس حاجات مش فيا، حتى لو الناس هتصدقها فيا مش مشكلة، عادي، ما عنديش مشكلة. اللي بيحصل يعني ما بقول الصورة كلها. تلاقي اكتر ناس مركزة معايا ومراقباني جدا 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 الحكومة. لو عليا حاجة او في حاجة ما تترددوش، عارفين مكاني كده كده، مفيش مشكلة خالص. تعالوا نحقق ونشوف، ويا ريت تحققوا لنا في الاربع جرائم قتل والتسمم اللي كان عندي ده بالادله موجودين. تمام. يلا، خير ان شاء الله، فيها خير.